نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. امبارح كنا بنتكلم طبعا عن ان النهارده في جمعية عمومية، اجتماع طرى للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وخرج بيان النهارده اكدت فيه المحكمة الدستورية العليا انها مستمرة في مباشرة اختصاصاتها اللي عقدها الدستور، وفي مقدمتها انها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما ينص قانون الدستورية العليا. وقالت كمان من خلال البيان انها ما هياش طرف في اي صراع سياسي بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذ هذه القوى من مواقف أو ما تتبناه من آراء، وإنما تظل تمارس مهمتها المقدسة في حماية نصوص الدستور ومنع أي عدوان عليها أو انتهاك لها. هنأجل موضوع البيان الخاص بالدستورية العليا وعودة للخبر اللي كان شريف بيقوله قبل الفاصل بخصوص أن المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب وجه الدعوة لأعضاء المجلس للانعقاد غدا. معانا على التليفون سيادة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. مساء الخير يا فندم. لا احنا بيتهيألي ومعانا كمان أحد أستاذ مصطفى بكري. معانا النائب مصطفى بكري معانا. طيب نبتدي مع أستاذ مصطفى بكري. نبتدي مع أستاذ مصطفى. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا الله يخليك. أهلا بك. هتحضر بكرة يا فندم؟ لا طبعا، هذا مجلس باطل وكل من سيذهب إلى هذا المجلس من الزملاء كأنه يشارك في هذا الهزل السياسي وسيكتب اسمه في التاريخ في صفحات سوداء. وأنا أقولها لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نافذ بقوة القانون وهو حكم صحيح، وأعتقد أن البيان الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم يؤكد على هذا الحكم. وكذلك الحال موقف قضاة مصر الأجلاء الذين اعتبروا أن هذا القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية لا مثيل له في العالم وهو أسوأ من نكس ال67. أستاذ مصطفى أنت مش هتحضر علشان حضرتك كنت سبق وقلت أنا استقلت من مجلس الشعب وكان ده معايا هنا في البرنامج، لكن أنا عايزة أقول لحضرتك إن المستشار سامي مهران قال إن ما وصلش أي استقالات من السادة النواب. أنا بعت له استقالة وأنا بعتبر أن هذا المجلس منعدم وغير موجود، وبطالب بكرة بقراءة استقالتي في البرلمان لأنه أنا ارتكزت فيها إلى أن حكما صدر من المحكمة الدستورية يتوجب احترامه، وعلى رئيس الجمهورية أن يحترمه قبل الآخرين، كما أن هذا المجلس باطل وهو جاء بقصد قطع الطريق على صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية حتى تستمر الجمعية التأسيسية الحالية، أو إذا صدر حكم بالبطلان فيأتي مجلس الشعب ليصدر قرارا بتشكيل جمعية تأسيسية ولا يترك الفرصة للمجلس العسكري حسب الإعلان الدستوري، خوفا أن يأتي الدستور غير متوافق لا مع الرئيس ولا مع جماعة الإخوان. طيب ايه رأي حضرتك في بيان الرئاسة النهاردة اللي قال ان قرار دكتور محمد مرسي جاء لتنفيذ حكم الدستورية العليا، يعني بما معناه انه مهمة مؤقتة لمدة شهرين لحين انتخابات مجلس شعب جديد، وبالتالي هو اعتراف بمضمون حكم الدستورية؟ هذا كلام لا سند له من قانون، ولو كان هناك فعلا اعتراف بحكم الدستورية ما طلب رئيس الجمهورية وعقد المجلس وأعاده مرة أخرى إلى الحياة بعد موت. ولو كان رئيس الجمهورية بالفعل مقتنع بأن المجلس باطل لماذا تدعوه ثم تقرر بعد ذلك إجراء انتخابات؟ هو استند أستاذ مصطفى، استند وفقا للإعلان النهارده من رئاسة الجمهورية، استند إلى اللي سماه سوابق سياسية وقانونية وتاريخية حدثت في نفس هذا السياق. أي سوابق هذه؟ وكل المجالس تم إلغاؤها بقرار وحلها بقرارات من المحكمة الدستورية. يعني كما قرأت اليوم بالتأكيد في بيان المجلس العسكري، القرار 350 اللي أصدره رئيس المجلس الأعلى ده كان قرار تنفيذي لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن الحقيقة هذا البيان الذي أكد التمسك بالإعلان الدستوري الذي فرضته الضرورة لحين وضع الدستور يؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقبل بهذا الذي حدث، ونحن ندعوه ألا يقبل بذلك الأمر لأن فيه
اعتداء. هو بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يا فندم النهارده قال انه ما قالش غير انه على ثقه، يعني اولا نفى اي اتفاقات وقال انه على ثقه من كل مؤسسات الدوله، وبالتالي ده مفهوم منه ايضا رئاسه الجمهوريه. لانه متمسك بالاعلان الدستوري الذي فرضته الضروره حين وضع الدستور. هذا يعني انه لا يعترف بهذا القرار الذي صدر من رئيس الجمهوريه، لانه قرار باطل وغير مبني على اسس دستوريه، وهو قرار الحقيقه فيه اعتداء على الشرعيه كمان. ولذلك انا اقول بالفعل انه المجتمع المصري كله يجب ان يدافع عن القضاء ويدافع عن الحكم الدستوريه العليا، ويجب على كل اعضاء مجلس الشعب اذا كانوا بالفعل يحترمون احكام القضاء ويحترمون اراده الشعب المصري ان يقاطعوا هذا الكيان الوهمي الهزيل الذي لا اساس له. وانا ادعو كل انسان مخلص في مصر ان يقف الان ويقول لا بكل قوه لرئيس الجمهوريه الذي تجاوز الدستور وتجاوز القانون واعتدى على كرامه المصريين جميعا. الذي حدث انه سيسجل في التاريخ. بخصوص حديث حضرتك عن القضاء النهارده، يعني طبعا بشكر حضرتك الاستاذ مصطفى بكري النائب بمجلس الشعب واللي اعلن مقاطعته لجلسه بكره. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. بمناسبه حديثه عن القضاء، فلغايه دلوقتي احنا عارفين انه نادي القضاة ما زال في اجتماعه، وهناك بحث او بيتم بالفعل مناقشه اذا ما كان هيتخذ قرار بتعليق جلسات المحاكم ام لا. ده بيتم مناقشته، ولكن حتى هذه اللحظه غير مؤكد او ما عندناش معلومات محدده بتقول انه تم اتخاذ قرار في هذا السياق بشان تعليق المحاكم. بشكر حضرتك مره ثانيه الاستاذ مصطفى بكري.